مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار فضائل الارتيال هذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يزور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. بحث سبل تنفيذ البرامج الموضوعة في مديرية جالا نفي. سمينار تنويري حول التعليم في عصب. قتلى في هجوم مزدوج شمالي بوركينا فاسو. كوريا الجنوبية واليابان يجتمعان لأول مرة منذ شهور مع استمرار التوتر. الإعصار فامفون يفسد احتفالات عيد الميلاد في وسط الفلبين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس وزراء أثيوبيا الدكتور أبي أحمد، توجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم إلى أثيوبيا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. توجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي صباح 25 من ديسمبر إلى إثيوبيا تلبية للدعوة المقدمة إليه من رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد. وكان في استقباله لدى وصوله مطار بوليا الدولي بأديس أبابا رئيس الوزراء أبي أحمد بمراسم الشرف الرسمية. حضر مراسم الاستقبال وزير خارجية إثيوبيا السيد جادو اندرغاتشو، وسفير إريتريا في إثيوبيا السيد سمر الرسوم، وسفير إثيوبيا في إريتريا السيد رضوان حسين، وغيرهم من كبار المسؤولين. وتفقد الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له يصحبهم رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد مركز متابعة الأقمار الصناعية في جبل انطوطو ومشاريع التنمية الجارية في المنطقة. كما زار فخامته الوفد المرافق له في الفترة المسائية القصر الرئاسي الكائن في منطقة فلوها، وكان مغلقا لفترة طويلة أمام الشعب الإثيوبي، وتم تحويله في الوقت الحالي إلى منتزه مفتوحا للشعب ومنتزه الوحدة الكائن في منطقة أرات كيلو. وسيبحث الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته لإثيوبيا القضايا الدافعة للعلاقات الثنائية والإقليمية بموجب اتفاق السلام والصداقة الموقع بين البلدين في أسمرة في 9 من يوليو 2018. يرافق الرئيس إسياس أفورقي في زيارته لإثيوبيا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد ماني جابرو آب، والمدير بمكتب الرئيس السيد أمين حسن. وكان رئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد قد زار إريتريا اليومين من 18 من يوليو. أوضح مدراء الضواحي ولجان القرى في مديرية جالا نفحي بالإقليم الأوسط في الاجتماع التقييمي الذي عقدوه في 24 من ديسمبر الجاري عن استعدادهم لتنفيذ البرامج الموضوعة بفعالية. وقال المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان بأن الحكومة وضعت برامج تنفذ حسب الأولويات، وأن الأنشطة الموضوعة للتنفيذ سوف لن تترك للحكومة فقط، وإنما سيشارك فيها الجميع، داعيا المواطنين لزيادة الجهود من أجل حل أوجه القصور في الخدمات الاجتماعية بالتشاور مع المسؤولين. من جهته دعا مدير مديرية جالا نفحي السيد محاري يوهنس لجان توزيع أراضي الملكية الخاصة في القرى لإكمال أعمالها وتعزيز التشاور مع مسؤولي المياه والأراضي والبيئة والجهات المعنية بخدمات المياه قبل توزيع الأراضي، موضحا عن بدء أعمال البناء في العام 2020. وأشار المدير التنفيذي للمديرية السيد مسفن جبر تنسائي في التقرير الذي قدمه إلى مشاركة أكثر من 36 ألف مواطن في صيانة الطرق والنظافة وجمع المحصول، داعيا المواطنين لتعزيز تأطيرهم من أجل إنجاح البرامج الموضوعة للتنفيذ. وذكر بأن المديرية تشهد أعمال جادة لضمان الأمن الغذائي ومضاعفة الثروات الطبيعية وزيادة برامج التشجير بنسبة 75%. كما أشار إلى ضرورة تقييم نسبة مشاركة الطالبات في مائدة التعليم ومنح الآباء والمعلمين مسألة متابعة الأبناء الاهتمام الأكبر. هذا وطالب المشاركون في الختام بضرورة مد التيار الكهربائي في كافة المناطق ومنح الاهتمام الأكبر لقضية توفير مياه الشرب النقية وغيرها من الآراء البناءة.
عقد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر يوم 19 من ديسمبر بمدينة عصب سمينارا للشباب العامل حول أهمية التعليم. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيد آدم علي بأن التعليم عملية مستمرة ولها دور أساسي في إنجاح الأعمال، داعيا الشباب للتركيز على التعليم وتعزيز مساهمتهم في المرحلة الحالية. وقال أن الجبهة الشعبية وإيمانا منها بالدور الطليعي للشباب في برامج التنمية ظلت تعمل منذ فجر الاستقلال على تقوية تنظيم الشباب العامل، داعيا الشباب للعمل على تقوية التأطير وأن يكونوا قدوة حسنة لإخوتهم الطلاب. دعا قائد مركز شرطة مديرية تسنية الملازم أمينة زودة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مكافحة الجريمة والمخالفات التي زادت هذا العام مقارنة مع العام السابق. وأوضح في مقابلة مع وكالة إيرينا للأنباء عن تسجيل 393 جريمة ومخالفة هذا العام، وأشار إلى أن المخالفات المرورية تأتي في المرتبة الأولى، وأن السرعة الفائقة والقيادة دون رخصة وعدم احترام شارات المرور ومنح الأولوية والقيادة مع تناول الكحول من الظواهر المستفحلة. وأوضح عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 56 بجروح وتدمير ممتلكات بأكثر من 769 ألف نقفة في 69 حادثا مروريا وقع هذا العام. وقال أن مهام الشرطة الأساسية تتمثل في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، ولتحقيق ذلك يقوم المركز بلقاءين منتظمين شهريا مع المواطنين والطلاب والشباب والعمال، وقد تحققت نتائج مرضية من هذه اللقاءات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونعطيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء في هجوم لجهاديين في شمال بوركينا فاسو الثلاثاء، وفق ما أعلن عنه الرئيس روش كابوري في أحد أكثر الهجمات دموية في هذا البلد الكائن بغرب إفريقيا منذ 5 سنوات. كما أدى الهجوم المزدوج الذي استهدف قاعدة عسكرية وبلدة إربيندا في إقليم سوما إلى مقتل 7 جنود و80 مسلحا بحسب المصادر العسكرية. وشهدت بوركينا فاسو التي تحد مالي والنيجر هجمات منتظمة لجهاديين منذ عام 2015 أسفرت عن مقتل المئات، وذلك مع انتشار العنف في منطقة الساحل الإفريقي. وأضاف الرئيس كافوري قائلا: لقد أسفر هذا الهجوم الهمجي عن مقتل 35 ضحية مدنية غالبيتهم من النساء، مشيدا بشجاعة والتزام قوات الدفاع والأمن. وأعلن الرئيس الحداد الوطني ل 48 ساعة، وذلك تكريما لأرواح ضحايا الهجوم. وقال الجيش أن الهجوم الصباحي نفذه عشرات الجهاديين على دراجات نارية واستمر عدة ساعات قبل أن تتمكن القوات المسلحة المدعومة من القوات الجوية من طردهم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن العنف عادة ما يتم تحميل مسؤوليته إلى متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. قال مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان أن زعيمي البلدين اجتمعا لأول مرة خلال أكثر من عام، وشددا على الحاجة لتحسين العلاقات بعد أسوأ فترة توتر بين البلدين منذ عقود. واجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي على هامش قمة ثلاثية مع رئيس الحكومة الصينية لي كيشيانغ في مدينة شينغدو في الصين. وكان الموضوع الرئيسي للنقاش هو التوتر بشأن توقف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لأبي ومون كان الاجتماع فرصة أيضا لبدء إصلاح العلاقات التي اضطربت بعدما أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي أمرا للشركات اليابانية لتعويض بعض الكوريين الذين عملوا بالسخرة خلال فترة الاحتلال الياباني. ثم فرضت اليابان قيودا على تصدير مواد التكنولوجيا الفائقة المستخدمة في صناعة الرقائق إلى كوريا الجنوبية، مما أدى لتفاقم النزاع بين الجانبين، وهو ما هدد بتقويض تعاون أمني بينهما. قال مسؤولون أن احتفالات عيد الميلاد تحولت إلى حالة من الفوضى في وسط الفلبين، حيث ضرب إعصار مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة المنطقة ليدمر المنازل ويقطع التيار الكهربائي، بينما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين. وقال مسؤولون في أجهزة الإرصاد ومكافحة الكوارث بأن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة لإعصار فانفون المصنف من الدرجة الثانية على مقياس مخاطر العواصف الاستوائية بلغت 120 كيلومترا في الساعة بإقليم سامار. وأشار المسؤولون إلى إجلاء أكثر من 4000 شخص في إقليم فيساياس الشرقي بوسط الفلبين، بالرغم من عدم ورود تقارير عن سقوط قتلى.
كما تقطعت السبل بأكثر من 20,000 مسافر وحصرت 157 سفينة في الموانئ، كما ألقيت 60 رحلة طيران داخلية على الأقل. هذا وتتعرض الفلبين لنحو 20 إعصارا في المتوسط كل عام، حيث ازدادت العواصف شدة في الأعوام القليلة الماضية. تحطمت طائرة روسية من طراز سوخوي SU 57 التي لا ترصدها أجهزة الرادار خلال طلعة تجريبية في أقصى شرق روسيا في أول حادث من نوعه تتعرض له أكثر الطائرات الحربية الروسية تطورا، وذلك حسب ما قالت شركة الطائرات المتحدة الروسية UAC التي تقوم بتصنيع ذلك الطراز من الطائرات. وقالت الشركة أن الحادث وقع في منطقة خاباروفسك وأن الطيار قفز بالمظلة سالما. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدرين عسكريين قولهما أن وزارة الدفاع الروسية ستشكل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يبدو أن السبب فيه عطل في نظام التوجيه بالطائرة. وقالت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر أن طائرة واحدة من أحدث الطائرات من هذا الطراز التي يتم إنتاجها على نطاق واسع، حيث كان مقررا تسليمها لسلاح الجو الروسي بحلول نهاية العام الجاري. هذا وكانت روسيا قد اختبرت الطائرة SU 57 من قبل في سوريا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.